لك اخس يا ابو البيش وصار فينا اخس، لك هيك اخرتنا نخترب يا معلم ونشتغل عند الناس ونستنى الراتب السنية. اي والله اللي بيسمعك بيفكرك كنت خواجه بالشام. لك عيب عليك، لك انت ما بتعرف شو انا كنت بالشام، لك انا كان عندي مكتب اجار واستئجار، شو بدك سيارات، عقارات معلم، محلات، كنت اجر واستاجر. ايه لا عم تحكي جد يعني ولا عم تسلبها؟ قال عم بسلبها. قال لك حبيبي انا كان عندي معمل شناتي ولادي نسواني بالشام، تحت ايدي 60 عامل، اصغر واحد فيهم عمره 40 سنه وبينادوا له جدي، لك بيوت بحالة انا كنت فاتحها بالشام، شو مفكر انت؟ والله انت تاريخ شغلتك كبيره. كمل 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 كمان. لك انا على ايدي كنت صمم الموديل معلم هيك على الفوتوشوب وقصه وادرزه وجهزه وانشره بالسوق. لك مره من المرات فتحت ايميل الشركه لقيت لاكوست بعت لي ايميل، تخيل يا زلمه. لاكوست ما غيرها. عاجبهم موديل من موديلاتي اللي مصممها وبدهم ياخذوه معلم ويعملوا عليه حقوق ملكيه. ودخل عينك معلم، لاكوست شلون شافت الموديل تبعها؟ قال كيف شاف الموديل؟ قال لك هذا معلم المدير التنفيذي البي ار او تبع لاكوست، كان عم يتفتى له ومرته هيك بتم المخيم، امرته حطت عينها على الموديل تبعي. ما انا ما حكيت لك عندي تشكيله بسطات معلم، شو بدك، مخيم فلسطين، الحجر الاسود، جسر الرئيس، سوق لحد، سوق معلم، كنت مسيطر على السوق حرق وحرق. لك شو مفكر انت؟ ما دام عندك كل هالرزق يعني عفوا منك، اللهم لا حسد ولا ضيعة عين يعني. اخي شو طلع؟ ليش طلع؟ لك اسكت يا زلمه لا تذكرنا، اجت هالازمات وفرق الدولار يا زلمه قلبت الحكايه قلب. لك انا لما كنت اقول يا سيران والله ما وصي غير على 5 كيلو مشاوي، لك وما ارضى ما ارضها اعمل اوردر غير 7 كيلو صفيحه بدبس الرمان، بس ما تفكر اني قطعت علاقاتي يعني هيك ابو البيش، لسه شريكي تحت والامور ماشيه هيك يعني، بس انا قلت بطلع بستكشف هيك الحياه كيف برا. ما شاء الله عليك، ليش هلا جغرافيك هيك؟ لك ذكرتني بايام زمان يا ابو البيش، لك كنت انا وشريكي ابو راشد، لك معلم ابدا كل يومين نسهر بمكان، شو بدك زبداني، بلودان، بسيمه، معلم ارواد، والله مو تارك فيكي شبر يا بلد. والله يا اخي انت شغلتك كبيره ما شاء الله، بسم الله عليك. يلا تفرش خيو، الله يفرجها عليك يعني. لك شو بدي اقول لك عن سياراتي، يعني الجولف الامريكي اللي كنت صفها تحت بالحاره، ولا شو بحكي لك عن طلعاتي، لك كنت يا معلم. يا اخي لسه حاجه تقول لي كنت بطخت، كنت امير الامراء، سيد السعداء، ولي الاولياء. لسه انا كنت خواجه، انا كنت بطيخ، انا كنت خيو والله فهمنا. نخرت مخنا، جاي تحقق احلامك عندي يعني، اساس طالعين نشم الهوا، خيو من الاخر اعطيني الله يرضى عليك، شو بدك؟ يعني شوف انا ما بحب اللف والدوران للامانه يعني معلم، بعد اذنك انت هيك اخر الشهر انا سمعت انك حاجز ونازل على الشام، بدي ابعت جواز السفر لانه منتهي هيك معك، يعني ما تفكر انه المشكله انه انا هيك في مشاكل بيني وبين شريكي وبدي طبة هيك عليه ومنتهي الجواز، يعني اذا في مجال اول بشيك تاخذ لي يا تجدد لي يا بالشام. ليش ما تروح على القنصليه تجدده بالقنصليه خيو؟ لا هون بيكلف، يعني انت هلا نازل هيك على الشام بيكلف نص القيمه، عرفت كيف ابو البيش؟ يعني اذا بجدد لي اياه بمعرفتك من معارفك وكذا ولما ترجع انا ان شاء الله ببقى بحاسبك فيه ما تفكر شيء، بس انه شو صاير مو قلت لك مشاكل بيني وبين شريكي هيك وناطر دفعه مرتبه بس يتجدد جوازي، لك شو بدك يا ابو البيش؟ والله لفت لك الامارات كلها على حسابي. قلت لي كم كيلو لحمه كنت تاخذ انت وشريكك معك على السيران؟ معلم ما ارضى باقل من 5 كيلو مشاوي و7 كيلو صفيحه بدبس، معلم 20 خروف مكتف على 15 صينيه رز مندي، حلوان نجاحي بالتاسع، شو عم تحكي انت؟ ليش انت ما قلت لي مره انك تركت المدرسه من الصف التاسع؟ ايه جوازي معلم ليكو الله يكرمك مشان تاخذ لي اياه على الشام هيك تشرب كرك، هاي بجيب لك كاسه كرك ابو البيش، ابشر معلم.